السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية بيانا رسميا نفت فيه الإشاعات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام من الجهة الغربية بشأن إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وسحب ألقابها، وأكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال باللجنة الأولمبية الدولية. وأضافت اللجنة أن هذه المعلومات المغلوطة تمثل محاولة يائسة للتقليل من إنجازات البطلة الأولمبية، وهي تشير إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الجزائر في مسيرتها نحو الاتحاد الدولي الجديد الشرعي. شاركوني رأيكم في التعليقات والسلام عليكم.